ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. النهاردة يا حبايبي هنعمل معاكم الممبار اللي احنا قبل كده عملنا حلقة غسلناه. النهاردة هنسويه وهتشوفوه معانا. النهاردة نص كيلو ممبار، عملنا عليه نص كيلو بصل وحطينا في المفرمة البصل وحطينا قرن فلفل حامي. هنحط عليه الزيت وهنقلبه كم الليبة كده، وهنحط عليه الرز زي ما انتوا حضرتكم شايفين. هنحط الرز كيلو رز على نص كيلو ممبار. هنقلب فيه لمدة 10 دقايق عشان الرز يتغذى بالبصل. نحط معلقة توم مفروم في الرز والبصل ونقلبهم كويس. نرجع هنحط البهارات بتاعتنا: كزبرة حب وفلفل وباكو مرقة وكمون. وهنحط يعني انا عندي حافظة في التلاجة اللي هو الشبت والكزبرة. لو انتوا عندكم شبت حطوا، كزبرة خضرة حطوا، بقدونس حطوا، عادي اي حاجة خضرة. هنقلب. هنحط انا معذرة نسيت ان انتوا تشوفوا فقرة المية. هنحط كوباية مية على الرز ونهدي عليه خالص عشان يبقى نص استوى، ما ياخدش وقت في الممبار. بصوا هنحط، انتوا ممكن تجيبوا قمع تحشوا بيه، بس انا بص حطيت صباع الاتنين، صباع كده وصباع كده، وبحشي كده. ممكن انتوا تجيبوا قمع تحشوا بيه، انما انا بحشي بايدي. بعد ما هنحشي الكمية كلها نرجع لكم تاني. احنا غلينا المية وحطينا الممبار وهو بيغلي، وحطينا ذرة ملح فيه ويستوي وهنرجع لكم. معنا الممبار يا جماعة من الشوربة وخلاص استوى، أخد حوالي ساعة. حمرناه، وبالهناء والشفاء، صياما مقبولا وفطورا شهيا. وما تنسوش تعملوا له لايك واشتراك في القناة.